الخناق. واحد من الرجالة والرعب مسيطر عليه بيتقدم وبيغرس فيه رمح. الضربة بتخترق جسمه. سبير وهو متضايق بيحاول يدافع عن نفسه، بس بعد كام ثانية بيهدى. هو كان يقدر يخلص على الكل هناك في لحظتها، كان يقدر يفتح لنفسه طريق بالعنف، لكنه ما عملش كده. فانج بتراقبه من بعيد وبتاخد أولادها وبتبعد، بس علشان سبير لسه مش على هوا فانج بتكتفي بإنها تتفرج وبس. الطوب بيفضل يقع على سبير، وهو رغم إن عنده القوة إنه يهد كل حاجة بيختار الحل الأعقل، إنه يهرب. بيدخل جوه الغابة والمطر بدأ ينزل. العاصفة بتغطي القرية والليل بيغطي كل حاجة، وفي وسط الضلمة دي سبير بيرجع بيعمل دافي سكات. هو بس عاوز يتأكد إن ميرا عايشة. بيلاقي البيت اللي هي مرتاحة فيه، بيقرب بحذر، ووقتها في برق بينور المشهد. فانج هناك. حماية ميرا هي هدفها الأساسي، وتحت المطر الاتنين بيواجهوا بعض بزمجرة. الصغيرين بيحاولوا يدخلوا بينهم، بس التوتر مستحيل يستخبى. الدوشة بتشد القرويين مرة تانية. بيطلعوا هم مسلحين ومصممين يخلصوا على اللي بدأوه. سبير بيفهم إن ملوش مكان يقعد فيه، بيهرب تاني، بس المرة دي لأبعد بكتير. المطاردة بتوصله للطينة، بيحاول يستخبى بس بينتهي بيه الحال وهو بيغرق ببطء في أرض رملية متحركة. وبسبب حالته كزومبي أو ميت حي، إن جسمه يدفن تحت الرمل كان أحسن حاجة حصلت له علشان ما يتلقاش. وتاني يوم الصبح ميرا بتصحى، الوجع لسه موجود بس جروحها بدأت تستقر. بتحط ايدها على بطنها وبتتنفس براحة. لما بتحس ان ابنها لسه عايش بتسأل نفسها على سبير. وهي خارجة بتلاقي قرويين كتير مأمنين القرية. يابو أول واحد بيقرب منها بيشرح لها اللي حصل، الهجوم والرفض والخوف الجماعي. بيقولها ان سبير اتطرد من القرية وانه دلوقتي مستخبي في الغابة وان الناس كلها خايفة منه. كمان بيحكي لها ان سبير وفانج حصل بينهم مواجهة بالليل. ميرا بتسكت وبعدين بتاخد توبها ورمحها. رغم انها لسه مصابة بتقرر تقوم، ما بتقدرش تسيبه لوحده. فانج بتراقبها وهي مش فاهمة قرارها ده قوي، بس في الاخر بتسيبها تمشي وبتمشي وراها هي والصغيرين. ميرا غضبانة من فانج علشان رفضته، رغم انه كان عنصر اساسي علشان ينجو من الخنازير اللي كانت حبساهم وهتموتهم في الكهف. وفي الغابة سبير بيقدر يحرر نفسه من الرمال المتحركة. بيطلع بمجهود وبيمشي لحد شلال قريب. المية بتنظف الوساخة اللي على جسمه. بيوطي وبيبص لصورته في المية. اللي شايفه مش الراجل اللي كان زمان، جلده البايظ ونظرته الفاضية وشكله اللي مش بشري. بيفهم بالظبط ايه اللي الباقيين بيشوفوه لما بيبصوا له. هما مش شايفين سبير، شايفين وحش. الصور في عقله بتختلط بذكريات فانج وهي بترفضه. وفي الوقت ده ميرا ماشية وسط الشجر بتتتبع الأثر وساندة على رمحها علشان ما تقعش، لكن الجرح بينزف تاني بس ما بتوقفش برضه. والصغيرين بيلاقوها الأول وبيجروا عليها براحة باينة. واضح إن فانج عارفة إن ميرا زعلانة منها على اللي عملته، ومع إنها بتحاول توقفها مرة تانية ميرا حتى ما بتفكرش تقف، بتكمل طريقها وبس. وعند الشلال سبير بيفضل واقف من غير حركة قدام المية. صوت المية المستمر بيختلط بالصور مش مخليه عارف يتنفس. قدامه بيظهر نفسه القديمة، مش الجسم المتهالك اللي هو فيه دلوقتي، لكن الراجل اللي كان قوي حي وكامل. بيحاول يقنع نفسه انه لسه نفس الشخص وان الموت ما غيروش من جوه. بيتمسك بذكريات واضحة، اول مقابلة مع فانج ورحلات الصيد سوا والمعارك اللي كانوا بيحاربوا فيها ظهرهم في ظهر بعض. للحظة بيتهيأله انه استعاد توازنه لحد ما الرؤية بتتشوه. في تهيؤاته فانج ما بتعرفوش وما بتجريش جنبه، هي بس بتهجم عليه وبتعضه وبتطرده. الصورة بتتكرر مرة ورا التانية وكل مرة بتبقى أعنف. سبير بيحاول يتمسك في فكرة إنهم لسه منتميين لبعض وفي بينهم رابط، بس الشك بدأ يكسره من جوه. نفسه بيبقى مش منتظم وإيديه بتترعش. صورته في المية ما بقتش بتبين يقين لكن بتبين انكسار. التعب في الآخر بيغلبه، بياخد خطوة غلط وبيقع في النهر على طول. الطيار بيستقبله من غير رحمة، بعدين المية بتسحبه لدوامة بتلف بقوة مش طبيعية لحد ما في الآخر بيفقد الوعي. النهر ما بيوقفش وبياخده وبيمشي وبس. وبعد كام ساعة فانج علشان تكسب رضا ميرا بتقرر تساعدها تلاقي سبير، وباستعمال حاسة الشم بتمشي ورا الأثر. وعلشان كده كلهم بيوصلوا لحد الشلال. المكان ملامحه متغيرة، في علامات في الأرض المبلولة، آثار عفرة ضد الطيار. ووسط الغصون المحبوسة عند الشط ميرا بتميز حتة من هدوم، بتقرب بالراحة وبتاخدها في إيدها. بتعرف القماش ده بتاع سبير. فكرة إنها ممكن تكون فقدته طبعا جت في بالها. إن حد يعيش بعد وقعة بالحجم ده بالنسبة لها شبه مستحيل حتى لو كان سبير. بعدين سبير بيصحى وهو بينهج نهجة قوية
المية اللي حواليه ما بقتش صافية، بقت طينة تقيلة، بيكح وبيطلع طينة من بقه وبيقدر يقف بصعوبة. المنظر اللي حواليه مختلف تماما. فجأة الأرض بتتهز تحت رجليه، شقوق بتتفتح وبتبين حمم بركانية مولعة بتسيل ببطء بين الفتحات، السخونية بتطلع بقوة. المنظر ده بيصح جوه سبير ذكرى قديمة، تهديد واجهه قبل كده في وقت تاني. المكان مش بس خطر، ده عدائي جدا بطبعه. سبير بيتقدم وسط الدخان والرماد، قدامه على طول بتظهر رماح مغروزة في الأرض، مش مجرد أسلحة منسية. على أسنانها في جماجم لأنواع مختلفة محطوطة كتحذير، علامة إن دي منطقة متحددة. سبير بيوقف للحظة، ومن فوق تكوين صخري عالي في حد بيراقبه، نظرته ثابتة وجسمه مشدود. واضح إن دي مش مقابلة بالصدفة، ده تحدي صامت. دول هم قبيلة البركان، والفوهة دي عبارة عن ساحة قتال. كبير القبيلة بيظهر من وسط الضلمة ولابس تاج ذهب، وبيقدم سبير والمحارب اللي كان بيتحداه. بطلنا ملوش أي كلمة ولا رأي في الموضوع. بزئير وحشي البطل بينط في الساحة وبيأمر الزومبي إنه يعمل زيه، وإلا إخواته هيدوله زقة صغيرة. الاختيار الثاني هو الأسرع. المتحدي هجم فورا على سبير وهو بيحاول يغرز في رمحه. البطل بيتفاداه بسرعة، وبعدين بينط نطة قوية وهو مستعد يفعص عدوه، بس التاني استناه والرمح مرفوع لفوق، وسبير للسخرية هو اللي اتخزق بالرمح. تمام، ده شيء وحشي جدا على أي حد عادي، بس طبعا اللي قبيلة البركان ما كانتش تعرفه إن ده ما بيموتش بسهولة، خصوصا بعد ما مات مرة قبل كده. فقام إنسان الكهف ده سكت الاحتفالات ومسك البطل ورماه على الحيطة، والمخلوق ده لما فاق ما قدرش يخبي صدمته وهو شايف خصمه بيشد السلاح من جسمه ولا كأن في حاجة حصلت. هو أكيد ما عندهوش الميزة دي. وهو غضبان المحارب هاجم الميت الحي بإيديه، وسبير رد عليه بإنه عض دراعه. يا دوب لحق يصرخ لأن سبير قطع راسه بضربة واحدة، وبكده البطل وقع في المعركة أخيرا. البطل الجديد رفع سلاح عدوه قدام المتفرجين المصدومين لحد ما كبير القبيلة اداله التاج من غير أي تردد. في الآخر هو اللي يستحقه. دلوقتي هو بقى البطل الجديد لقبيلة البركان. بعيدا عن إنه مش فاهم ده معناه إيه، سبير هدي لما شاف الناس اللي كانوا عايزين رقبته دلوقتي بيحترموه. دي لغة حتى على الميت الحي على حسب ما احنا شايفين يقدر يفهمها. وسبير لما مشي ورا الكبير وصل لقرية القبيلة، وهناك استقبلوه بشوية عدوانية، بس في ثواني انتباهه اتشتت بأعمدة حجرية مذهلة شكلها كده بيحكي تاريخ القبيلة. ساعتها الكبير بتاعهم فرجوا على الأنهار اللي طالعة من البركان الرئيسي، ونادى على مخلوق ممكن جدا يكون هو جولوم بتاع العالم ده. عارفين طبعا المخلوق اللي في سيد الخواتم اللي مهووس جدا بالحاجة دي وبكل قوتها، وهو أعمى. الخادم نزل من على منحدر لحد ما وصل لنهر من سائل اسود، وحاجة زي دي فكرت سبير بذكريات قديمة. ده نفس السائل اللي استخدمه كروج، القرد المرعب بتاع الموسم الأول اللي كبر كفاية علشان يواجه فانج. ومع إن عقله الباطن بيقوله إن دي مش فكرة كويسة، سبير وافق ياخد المعلقة اللي قدمها له الكبير. واضح إنه مش في أحسن حالاته النفسية، والتأثير حصل فورا. عضلاته اتنفخت وأطرافه طولت وعينيه بقت حمراء زي الدم، بقى أقوى بكتير من الأول. بعدين بنروح لفانج وعيالها. أخدوا ميرا وهي منهارة ورجعوها لقريتها. يابو وأهل القرية ما كانوش مصدقين اللي شايفينه. العزا الوحيد اللي الست دي لقيته كان في المقابر في المكان اللي اتدفن فيه سبير، لأننا فاكرين طبعا إن بسبب اللي لقيته عند الشلال ميرا افتكرت إن سبير خلاص ما بقاش موجود معانا للأبد، فعلشان كده فانج بتراقب من بعيد وهي حاسة بشفقة كبيرة على صاحبتها. ميرا سابت حتة قماش كوداع، ووراها يافو اللي قدم رمحه الصغير. سبير اضطر يواجه عملاق اتجرأ يحاول ياخد منه التاج اللي لسه كسبانه، وبعدين دونفاي حاول يغدر بيه، فسبير ضربه خبطة قوية خلته يرمي العصاية بتاعته. البطل استغل الفرصة وهاجمه تاني وخلص على العملاق وهو يدوب بيقوم، وسبير ما تهزش وهو بيفتح راس خصمه، وده هو غرضه هنا. وفعلا الطريقة اللي سبير بيتعامل بيها دي بتفكرنا جدا بشخصيته وطبعه اللي كان في الموسم الأول. يمكن طبعا بما انه ميت حي دلوقتي وكل حاجة بتبدأ من جديد، فالموضوع في الآخر مفهوم. وفعلا هو دلوقتي ملوش أي هدف، كل اللي عايزه هو إنه يحافظ على قوته وإنه يكون له مكانة ويحس بالسيطرة. وده في الآخر الشيء الوحيد اللي إنسان الكهف ده بيفهمه. دي الطريقة الوحيدة للخروج من الموقف ده. وفي الحقيقة القبور اللي شفناها قبل كده يمكن بتمثل كل ده، لأن في القبائل دي الطريقة الوحيدة للحفاظ على السلطة. يعني في الآخر إنك تكون بطل ده مش جايزة، ده حكم مستمر عليك بالقتال لحد الموت. مع كل فوز الميت الحي بيشرب شوية من السائل الأسود، وده بيساعده يحافظ على مكانته المميزة. وفي الوقت اللي سبير بيصرخ فيه علشان القوة، ميرا بتصرخ من الوجع.
لأنها النهاردة دخلت في مرحلة الولادة. فانج وعيالها راحوا يشوفوا المكان أول ما سمعوا عياط صاحبهم الجديد، أو المفروض نقول صاحبتهم، لأن فعلا زي ما شفنا تقريبا في قفلة الموسم الثاني ميرا جابت بنت. نظرة واحدة بس كانت كفاية من التيركس علشان تصفي الخلافات مع ميرا وتوعد بالولاء الأبدي.